وريادة الأعمال على وجه الخصوص، وبيستهدف التأثير في مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على صناعات معينة. القمة السنة دي سلطت الضوء على كيفية الاستثمار في الشركات الناشئة وتحديد الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر تحت رعاية الوكالة الألمانية، وبمشاركة 9 دول من مجموعة مستثمري البحر المتوسط، إلى جانب مشاركة من قرابة 20 صندوق استثمار. علشان نعرف العائد على رواد الأعمال اللي شاركوا في هذه القمة السنة دي، واللي أقيمت زي ما أنا قلت لحضراتكم على مدار 3 أيام في مكتبة الإسكندرية، بنرحب بضيفنا العزيز المهندس طارق القاضي، مؤسس قمة تكني سوميت، للحديث عن أبرز المشاركين في هذه القمة. بنرحب بحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا استاذ حسن، شكرا ليك وشكرا لاستضافتي معاكم، سعيد بوجودي معاكم. حضرتك شرفتنا، واحنا اصلا منتظرينك تنورنا في الاستوديو، بس طبعا في عذر يعني، فمفيش مشكله. حضرتك نورتنا على زوم، اهلا بيك وسهلا في وطن رقمي. كنا حابين نبارك لحضرتك على نجاح القمه للمره السادسه على التوالي، وحابين نعرف من حضرتك ايه اللي تم بقى، ازاي رواد الاعمال اللي شاركوا في هذه القمه استفادوا. جميل جدا. هو طبعا احنا السنه دي كانت سنه يعني من اصعب السنين بالنسبه لنا، ان احنا نقرر ان احنا نعمل المؤتمر بتاعنا بشكل مزيج من التنظيم الافتراضي والوجود فعلا على الارض في مكتبه اسكندريه. لكن احنا قررنا ان احنا نعمل مؤتمر على الارض، وان احنا نقدر ان احنا ندي الفرصه لاي حد يقدر ان هو يشارك بوجوده معانا فيس تو فيس، او ان هو يشارك من خلال طبعا الابلكيشن والبلاتفورم بتاعنا، سواء كان متحدث، شركه ناشئه، عارض، او حتى احد من الزوار. اتحنا الفرصه ان احنا نعمل الكلام ده، وخدنا القرار والحمد لله يعني ربنا وفقنا ان احنا قدرنا نحقق الكلام ده بشكل يعني ادى طبعا نتائج اكتر ما احنا كنا متوقعين. هو يمكن يعني برضو علشان اقول لحضرتك، احنا عدد الناس اللي كانوا موجودين في المؤتمر 13200 واحد موجود، لا منهم 20%. 13000 موجودين، ده رقم كبير قوي، رقم كبير جدا. منهم 20% شاركوا، يعني 25% يمكن يكونوا شاركوا بشكل افتراضي، والباقي كان موجود على الارض. مع العلم ان احنا خدنا احتياطاتنا يعني الشديده جدا جدا بحته التباعد الاجتماعي والماسكات والتطهير الموجود دايما. فاحنا القاعات كانت يعني اقصى كاباسيتي للقاعه بتبقى 50%. كراسي كان محطوط عليها موك ابس او مقصوص عليها افراد كده محطوطين على الكراسي عشان ما حدش يقعد كرسي او كرسي لا. قاعه كبيره في المكتبه يمكن بتاخد 2000 شخص صحيح، او في الحقيقه كانت بتاخد 1000 بس. والقاعات الاخرى الصغيره برضو كانت بتاخد نص الوقت. فالعدد ده احنا يعتبر يعني فخورين ان احنا نقول ان احنا اول مؤتمر في العالم كله اللي هو يكون ميجا ايفنت، يعني زي ما بيقولوا فيه اعداد كبيره، اللي يتعمل في الظروف دي يعني بالاحتياطات اللي احنا واخدينها القويه دي. تمام. فده بالنسبه للشكل العام. هي الشركه المنظمه للمؤتمر هي شركه ماركيد، والمؤتمر برعايه وزاره الاتصالات وايتيدا والشعب العامه للاقتصاد الرقمي والاتحاد الغرف من الناس المشاركين والسبورترز، يعني زي ما بنقول. بس عشان نصحح بس شويه حاجات، ان الشركه المنظمه هي شركه ماركيد للمؤتمر. ومعانا كان في المؤتمر طبعا متحدثين كتير والناس يعني برضو عشان نوضح قمه تكني عباره عن ايه. هي قمه تكني عباره عن منصه، دلوقتي بقت منصه الكترونيه ومنصه برضو الناس بتحضرها على ارض الواقع، بتجمع جهات الداعمه لرياده الاعمال. وجهات الداعمه لرياده الاعمال بصفه عامه هم 6 جهات. ال6 جهات دول حوالين رواد الاعمال، بس بالتحديد الحكومه الحكومات والجامعات والمستثمرين والموجهين والشركات الكبيره اللي هي الكوربريتس، وشركات مقدمي الخدمات المختلفه اللي هم السيرفيس بروفايدرز. فاحنا بنجمع كل الجهات دي في مكان واحد عشان نقدر في الاخر نعمل مجموعه من الحاجات، اهمها هي مساعده رواد الاعمال اللي هم يعتبروا يعني
حاجه مهمه جدا بالنسبه للاقتصاد وحجر الاساس لاي اقتصاد اي دوله. فبالتالي رائد الاعمال عشان يقدر يكبر الشركه بتاعته او يقدر ان هو لو عنده فكره ازاي ينفذها، عنده شركه فعلا بالفعل وعايز يكبرها، عنده شركه كبيره وبيجذب استثمارات، هو محتاج توجيه، دعم من المستثمرين، دعم من الموجهين، مشاركه ما بين الشركات الكبيره. لان طبعا الموضوع النهارده مقسم عندنا في المؤتمر الى قطاعات صناعيه عشان نقدر نقول النهارده التكنولوجي هتفيدني في ايه عشان اكبر الشغل بتاعي. طيب عظيم، بس كنا حابين نعرف من حضرتك اكتر يا باشمهندس الحضور، ابرز القطاعات اللي كانت مشاركه من رواد الاعمال كانت بتتكلم عن ايه او كان دورها ايه بالظبط؟ احنا عندنا 9 محاور. 9 محاور اللي المؤتمر دايما بيتنظم حواليهم. هم كانوا كل سنه بنزود المحاور، هي محاور قطاعات مختلفه: قطاع التجاره الالكترونيه، قطاع الاستثمار العقاري، قطاع التسويق الالكتروني، قطاع الانفايرمنت او البيئه، القطاع الفينتك او الاي كوميرس كمان احنا قلناه اللي هو التكنولوجيا الماليه، والتكنولوجيا الصحيه. وزودنا قطاعين السنه دي جداد اللي هم التكنولوجيا الالعاب والتكنولوجيا الرياضيه. ودايما عندنا قطاعين بيكملوا القطاعات دول اللي هم المحورين، يعني بيكملوا القطاعات، اللي هو الستارت اب بزنس اكاديمي اللي هو كل ما يخص البزنس للشركات الناشئه، واخيرا هو الاستثمار، وده بيخاطب المستثمرين علشان يقدروا يشوفوا ازاي يستثمروا في الشركات الناشئه باشكالها المختلفه، سواء كان استثمار ملائكي، استثمار صناديق الموجوده المختلفه للاستثمار في الشركات الناشئه. فدول ال9 محاور، وكان حواليهم السنه دي يمكن على مدار ال3 ايام او يمكن هم 5 ايام في الحقيقه مش 3، في يومين قبل ويومين بعد فيهم برضو كونتنت ومحاضرات. كان عندنا 180 حلقه نقاش ومحاضره وورش عمل. اجمالي المحاضرات السنه دي 188 بالظبط حوالين ال9 محاور دول. عظيم. متحدثين من شركات كتير زي ما حضرتك كنت بتقول، شركات كتير قوي كانت معانا في المؤتمر في كل قطاع. طبعا الشركات الكبيره المشاركه يعني كان معانا شركه انيرشيا، معانا اتش بي، ماستر كارد، جوميا، روش، فيسبوك، مايكروسوفت، انغامي، الشركات اللي اي اف جي، ارماس، نوفارتس، هواوي. يعني دي شركات المشاركه. يمكن المتحدثين السنه دي كان معانا 250 متحدث، وعدد الدول المشاركه اكثر من 70 دوله. 70 دوله. عظيم يا فندم. طيب حابين نعرف برضو من حضرتك يا باشمهندس حابين نعرف من حضرتك يا فندم توصيات المؤتمر كانت عامله ازاي؟ احنا دايما اللي بنعمله في المؤتمر ان احنا بنشوف ازاي التكنولوجي ممكن تفيدنا ان احنا نطور قطاع من القطاعات. فالنهارده لما نتكلم مثلا على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الصناعي لوحده الارتفيشال انتليجنس ما هواش حاجه احنا هنطورها، لكن احنا هنستخدمها في قطاع من القطاعات زي مثلا فلنفترض القطاع الصحي علشان نقدر نعمل حاجات معينه او نحل مشكله من المشكلات الموجوده. فوجود الشركات الكبيره معانا هي اللي بتقدر يا اما هتعمل حاجه من اتنين: تشوف المشاكل اللي موجوده عندهم في الاسواق المختلفه علشان يطرحوها ويبتدوا ان هم يشوفوا الشركات الناشئه تقدر تطلع بابتكارات جديده عامله ازاي. وبالفعل احنا عندنا مجموعه من المسابقات اللي نظمتها سفاره السويد واللي نظمتها شركه في سان فرانسيسكو اللي هي بيجاسوس، او يعني احنا اللي بننظمها ولكن هم اللي بيحطوا الجوائز بتاعتها علشان نقدر نطلع في القطاعات المختلفه ابرز الشركات اللي هي ممكن تكون بتحل اشد المشكلات اللي موجوده عندنا في المجتمع وفي مش بس في مصر وفي المنطقه كلها يعني. تمام. فاحنا دورنا ان احنا نسلط الضوء على المشاكل الموجوده، الحلول الموجوده، الشركات الجديده الواعده اللي هي بتدعمها ممكن تدعمها الحكومات او تدعمها وزاره الاتصالات او يدعمها مستثمرين. فده اللي احنا يعني بنعمله في المؤتمر، وبمشاركه طبعا العديد من الشركات الداعمه، من ضمنها الوكاله الالمانيه ومن ضمنها هواوي وانيرشيا. احنا كان معانا حوالي 14 راعي للمؤتمر. طيب
عظيم. يعني في ظل هذه الظروف قدرتوا يعني تطلعوا بقمة محترمة وهي الأكبر تقريبا زي ما حضرتك تفضلت وقلت يمكن في العالم. في ظل هذه الظروف قدرتوا تتخذوا التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا والحمد لله عدت على خير. كنا حابين نعرف من حضرتك ايه اللي هيتم إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله. بتحضروا للسنة الجاية ازاي علشان يبقى عندنا قمة برضو بهذا الشكل وتكون أكبر ويستفيد منها عدد أكبر من رواد الأعمال؟ أنا عارف مش بس في مصر، تقريبا في زي ما حضرتك قلت 70 دولة بتشارك، فأكيد في مشاركين من كل دول العالم. مظبوط. هو احنا عندنا يعني مؤتمر بيتعمل في اسكندريه وبيتعمل في كرواتيا في مدينه دوبروفنيك، وفي العديد من الدول. احنا بنركز على دول البحر المتوسط بحيث ان احنا نقدر نجمع او نوصل اوروبا بافريقيا بالشرق الاوسط، سواء كانوا رواد اعمال، مستثمرين، حكومات. فبالتالي احنا مش بنشتغل بس مره واحده في السنه، احنا بنعمل مجموعه من المؤتمرات، اكبرها طبعا اللي في مدينه اسكندريه، ولكن على مدار السنه بيبقى عندنا مجموعه من الفعاليات اللي بتحصل، وسواء كانت مع المتحدثين، مع الشركات الكبيره، مع المستثمرين، او مع طبعا رواد الاعمال، وهو بالاخص هو ده اللي احنا بندعمه، ان احنا بنبتدي نشوف ايه الشركات اللي موجوده وبنشتغل معاها على قد ما بنقدر على مدار السنه، علشان في اخر السنه نقدر نوصل للنتائج اللي احنا عايزينها. اللي كان عنده فكره وابتدى ان هو يشوف فعلا انها فيها احتياج للسوق وابتدى ينفذها، اللي كان بيدور على استثمار بنوصله بالمستثمرين، واللي فعلا حقق استثمارات بنقدر ان احنا ناخد خلاصه التجارب بتاعته ونقدمها لحد لسه في اول الطريق. طيب حابين من حضرتك حاجه اخيره توجه رساله لرواد الاعمال اللي بيبتدوا حياتهم. حابين حضرتك كده تديهم رساله تحفيزيه علشان تقول لهم مثلا انه هناك فرص، هناك دعم في شركات عالميه ومحليه من الحكومه متمثله او ممثله في وزاره الاتصالات وكل الجهات التابعه للحكومه بتدعم رواد الاعمال. هي الرساله اللي انا هوجهها مش بس لرواد الاعمال، لاي حد عايز يبتدي حاجه جديده، ان احنا في وقت صعب، احنا في وقت مش ظروف طبيعيه، ظروف استثنائيه، ولكن مع كل تحدي دايما بيكون في فرصه. فبالتالي احنا لازم نشوف الفرصه موجوده فين، والفرصه دايما بتكون بدايتها هي مشكله. فانا كرائد اعمال او شخص ببتدي حاجه جديده بشوف المشكله اللي موجوده وبلاقي الحل بتاعها، وبقدم حل جديد بشكل فيه ابتكار وبشكل فيه يعني نقدر نقول بشكل مختلف، بحيث ان انا اقدر الفكره بتاعتي دي يبقى لها احتياج في السوق. وده السبب الرئيسي اللي بيخلي 90% من الشركات بتفشل، مش تمويل ومش حاجه تانية، اكتر من ان الناس بتشتغل في حاجه ملهاش احتياج في السوق. نص ال 90% دول بيفشلوا لهذا السبب. فبالتالي نقطه البدايه لازم ابدا باحتياج السوق، باحتياج موجود في السوق، واعمل فاليديشن او اعمل يعني اتاكد ان اللي انا بقدمه ده يكون فعلا في احتياج في السوق قبل ما ابتدي اخد خطوات ثانيه. بعد كده الدعم كله موجود، سواء كان استثمار، سواء كان موجهين، سواء كانت اسواق وشركات كبيره. كل الناس بتدور على الابتكارات الجديده والافكار الجديده الممثله في شركات بتقدم منتجات او خدمات لها احتياج في السوق، وساعتها نقدر ان احنا نساعد بشكل كبير ان شاء الله. تمام. المهندس طارق القاضي مؤسس قمة تكني سوميت، بنشكر حضرتك جزيل الشكر وبنتمنى لحضرتك التوفيق وكل القائمين